السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي. عودة تساقطات مطرية مهمة وغزيرة إن شاء الله ابتداء من مساء يوم الأربعاء على المنطقة الشمال الغربي، وبشائر خير تلوح في توقعات البعيدة إن شاء الله. نتعرف معكم على تفاصيل هذه الأحوال الجوية وندعوكم بالضغط على زر الإعجاب والتعليق بتم لتصل هذه النشرة لعدد أكبر من المشاهدين، وأكون شاكرا لكم أصدقائي. أصدقائي، في تفاصيل هذه الأحوال الجوية إذا نبدأها من الصبيحة ديال يوم الأربعاء. سحب كثيفة تغطي مجموعة من المناطق، إذا تصبح الأجواء غائمة بكثافة جهة الناظور وبركان جهة الدريش وعين زورة، وكذلك سحب عليا ومتوسطة جهة تورير تازة فاس، وتغطي جل المناطق الوسطى للبلاد والشمالية. السحب عليا ومتوسطة كذلك على السوس وعلى جنوب البلاد، وتمركز مجموعة من السحب الممطرة هنا بالمحيط الأطلسي في طريقها إن شاء الله في المساء إلى أقصى شمال غرب البلاد. إذن في الظهيرة تستمر مرور السحب المتوسطة والعليا على مجموعة من المناطق الشرقية والجنوب الشرقي، ثم في المساء تلتحق سحب كثيفة إن شاء الله بالمناطق الشمالية الغربية، وهذه المرة قد تكون إن شاء الله ممطرة وتساقطات مطرية حسب آخر هذه التوقعات، تشير إلى أمطار غزيرة ورعدية جهة طنجة تطوان مناطق شرفات الخروب الصيلة والعرائش، وكذلك تصل تدريجيا مناطق القصر الكبير ولالا ميمونة في بداية المساء، ثم في بداية الليل ربما تهم بعض الأمطار الخفيفة حتى جهة القنيطرة والرباط صخيرات عين عودة بن سليمان المحمدية، ربما بوسكورة برشيد والدار البيضاء بعض القطرات الخفيفة والضعيفة مع احتمال تساقطات مهمة خصوصا على جهة تطوان وادلا وشفشاون، كذلك بني فغلوم بعض مناطق بابر تصل الأمطار، كذلك أونانا جرف الملحة وزان تساقطات على مشرب القصيري وسيدي سليمان، وغزيرة ورعدية جهة القصر الكبير عين بيضاء والخروب العرائش أصيلة شفشاون تطوان وادلا وشرفات، ومتوسطة إلى ضعيفة على جهة الرباط والدار البيضاء على الرباط والقنيطرة والصخيرات عين عودة، قطرات خفيفة جهة بوسكورة وبعض المناطق جهة الدار البيضاء. ثم في منتصف الليل الانفراجات تظهر على جهة طنجة وعلى جهة السواحل وكذلك على سواحل الرباط. إذا منتصف الليل الأمطار تلتحق بمناطق شفشاون إساكن، كذلك مناطق تاونات، ترجيس الحسيمة، كذلك أكنول والمسيلة، المطيمديت ودامليل تهلا تيسا ولاد عياد فاس، كذلك بعض مناطق صفر وتاونات أونانا جرف الملحة مكناس، الحاجب أكوراي، كذلك الخميسات أيتيدن تيفلت والمعازيز والرماني، ربما كذلك سحيلي كافر ناصر عين عودة القارة بن سليمان، وقطرات خفيفة جهة سقا مناظر الشافي راس العين القيسر الأولاد تبقى محتملة، وتبقى كذلك بعض القطرات جهة اليوسفية وبن قرير، ولو أنه احتمال ضعيف بالنسبة لهذه المناطق الوسطى. في الساعات الأولى من الصباح الأمطار كذلك تلتحق بمناطق السعيدية وزخات رعدية على جهة مليليا والناظور وزايو والعروي وشمال ملتقى الودان دريوش عين زورا كاسيطة بني بوعياش الحسيمة أكنول ولات بوريمة تازا وتمليل تهلا أكنول تيمضي طرجيست إساكن تاونا تيسا ولات عياد المنزل صفرو فاس الحاجب، ربما حتى إفران الحاجب أكوراي والماس أقلموس مولاي بوعزة، ربما زحيلقة كذلك والرماني وبر ناصر استمرار بعض الأمطار المتوسطة، قطرات على جهة البروج وقطرات جهة سيدي بوعثمان وشيشة، ويبقى احتمال بعض القطرات الخفيفة في الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس، قطرات متفرقة جهة أصيلة ولا رئيس وشفشاون انفراجات كبيرة على بعض مناطق وزان وباقي المناطق الأخرى. في صبيحة يوم الخميس تمر بعض القطرات الخفيفة قد تشمل مراكش قلعة سراغنا لكن بدرجة قليلة، وتساقطات خفيفة وضعيفة. تساقطات إن شاء الله مهمة جهة بركان جهة السعيدية الناظور العروي ملتقى الودان تاوريرت وبعض مناطق العروي الدريوش وكذلك تاوريرت كرسيف، بعض الأمطار المتوسطة إلى ضعيفة تازا تالا فاس إفران مكناس خنيفرة والماس، بعض المناطق أقلموس بوخريس خنيفرة مريرت قصبة تادلا بجاد الفقيه بن صالح، بعض الأمطار الخفيفة والضعيفة انفراجات على باقي المناطق الأخرى. في نهاية الصباح تظهر الانفراجات كذلك حتى على الجهة الشمالية الشرقية مع بقايا قطرات متفرقة جهة وجدة جرادة سكورة مداز إفران مكناس وبعض مناطق خنيفرة زاوية الشيخ، قطرات خفيفة متفرقة سرعان ما تختفي في المساء وتستقر الأحوال الجوية على جل مناطق بلادنا بعودة الضغط الجوي ليسيطر على الأجواء، وكذلك حتى ابتعاد هذا المنخفض الجوي بداخل البحر الأبيض المتوسط. إذا بالنسبة ليوم الجمعة لا جديد يذكر بالنسبة للأمطار، كذلك الحال خلال يوم السبت، ربما يوم السبت مرور بعد السحب الكثيفة على طنجة محتمل أن تعطي بعض القطرات الخفيفة الضعيفة لكن سرعان ما تختفي. بالنسبة ليوم الأحد كذلك استمرار الأجواء المستقرة.
الاثنين والثلاثاء دون جديد يذكر، ثم الأربعاء اقتراب الجبهة الممطرة. ما زالت التوقعات تشير إلى احتمالية هذا المنخفض الجوي واقترابه إن شاء الله لمناطق بلادنا خلال يوم الأربعاء. وما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية هذه التساقطات المطرية على مجموعة من المناطق. وآخر التوقعات تشير إلى في ليلة الخميس بالخصوص جه بين أكادير والصويرة وجهة العرائش والرباط ومجموعة من المناطق وخصوصا الجهة الغربية. وقد يشمل هذه التوقعات حتى جهة بوجدور وبعض المناطق الجنوبية. على العموم التوقعات ما زالت تتغير من تحديث لآخر بشأن ما زال مكان دخول هذه الأمطار ولا زمن دخول هذه الأمطار ما زال يتغير، لأن التحديثات بعيدة وتشير إلى إمكانية هذا المنخفض الجوي. سنتطرق إن شاء الله لتفاصيله في نشراتنا القادمة. إذا فيما يخص سرعة الرياح درجات الحرارة بالنسبة للمناطق البلاد ديالنا، فبالنسبة للهبات ديال الرياح خلال يوم الأربعاء فالأجواء هادئة، ربما في الظهيرة والمساء تنشط الرياح الغربية نظرا لوجود أو اقتراب هذا المنخفض الجوي. كذلك تنشط معه الرياح الغربية على العديد من المناطق الغربية للبلاد. إذا رياح غربية إن شاء الله متوقعة على مجموعة من مناطق شفشاون أصيلة العرائش، مناطق أكنول تازة، كذلك كفران خنيفرة والماس خميسات مكناس فاس الرباط وجل السهول الغربية سطات الدار البيضاء جديدة والأظفر اليوسفية شيشة بن قرير، مجموعة من المناطق تارودان تريوين. سرعة الرياح ما بين 40 و50 كيلومتر في الساعة، وتستمر هذه الرياح إلى غاية الليل. بالنسبة لدرجات الحرارة أو علو الأمواج ثم بعد ذلك درجات الحرارة، إذا علو الأمواج خلال يوم الأربعاء في الصباح فتبدو الأجواء بالبحر الأبيض المتوسط تقريبا في حدود هذه السواحل 80 سنتيمتر تقريبا كعلو الأمواج 80 سنتيمتر تقريبا. ثم بالجهة الشمالية في حدود متر، جهة طنجة كذلك متر وعشر سنتيمترات، جهة العرائش متر وعشر سنتيمترات، جهة الرباط متر ونصف، جهة الشديدة كذلك والسواحل الوسطى تقريبا متر ونصف إلى سيديفني تقريبا من متر إلى متر ونصف تقريبا. لكن هذه الأمواج ربما ترتفع باقتراب الرياح كذلك القوية التي متوقع أن تكون في المساء، فترتفع معها كذلك بعض الأمواج خصوصا على هذه السواحل الأطلس أو المحيط الأطلسي لتصل إلى تقريبا متر وتسعون سنتيمتر على طول هذه السواحل الغربية. بجنوب الصويرة تبقى في حدود متر ونصف. بالنسبة لدرجات الحرارة على مناطق بلادنا خلال يوم الأربعاء فتبدو درجات الحرارة في فترة الظهيرة تراجع ملحوظ في درجات الحرارة نظرا لقدوم الكتل الهوائية الباردة على السهولة الغربية بالخصوص. جهة وجدة تبقى في حدود 28، توريد 29، تازة 27، نقطة الحاج 28، ناظور الحسيمة وببر 22 بفاس 30، سيدي سليمان 28، تطوان 23، طنجة أصيلة العرائش الرباط 23، الدار البيضاء 23، بني بلال 28، مراكش 31 درجة. باقي الأجواء حارة بمراكش 28 ببن قريش 16 26 بسطات خريم كاس 27 خنيفرة 26 الجديدة 23 آسفي 22 الصويرة 22 أكادير 26 تيزنيت 27 تارودان 32 تريوين 34 ورزات 26 تينغير 21 رشيدية 22 ميدل 22 بني تجديد 22 بوعرفة 22 فيكيك 23 أوطة الحاج 28 درجة زاكورة في مزقيت طاطا 27 قلبيم 30 زاق 30 للمناطق البلاد ديالنا دائما الجنوبية. جهة سمارة 34 بكرة 34 طرفاية 23 العيون 31 بوجدور 25 جريفية 28 والداخلة 24 درجة خلال ظهيرة يوم الأربعاء. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.